تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض الكوردون بلو بدون اي حوارات وبدون اي بجد قلق خالص ان هو يفك معانا، ولا هنحط فيه خلة ولا هنثبته بخلة ولا هنلفه فيه استريتش ولا هنحطه في الفريزر يتجمد علشان ما يفكش معانا ولا اي حوارات خالص. بكل سهولة وبساطة وهتعمليه في 10 دقايق بجد تحفة جدا. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. ادي البانيه بتاعنا اهو، طبعا متقطع سلايس كده زي ما احنا شايفين. هنحط عليه كوبايه من الزبادي، معلقه من الكاتشب، معلقه من المايونيز، وهنضيف بقى اي بهارات بتحبيها. انا بحب بهارات البطاطس الجاهزه بتاعت كنور دي، هضيف منها 2 عليها كده. دي بهارات بتبقى فيها كل حاجه وطعمها تحفه جدا. ممكن تضيفي بهارات فراخ. هنحط عليهم بيضه، وهنحط عليهم معلقه كبيره من الدقيق، وملح وفلفل اسمر طبعا زي ما احنا عارفين، وهحط عليهم كمان معلقه من بهارات الفراخ. بس كده خلاص. طبعا لو ما عندكيش بهارات فراخ ممكن تحطي بقى رشه من الزعتر ورشه من الروزماري، يعني تبهري براحتك عادي جدا. ممكن تضيفي ملح وفلفل اسمر وبس مع التتبيله دي. هنجيب بقى البانيه بتاعنا وهنفرده كده باي حاجه معانا عشان اي حته تخينه تتفرد. هنحط لانشون وفي الجبنه رومي، اي جبن عندك، اي حشوات بقى انت عايزاها تضيفيها للفراخ بتاعتنا. وهنلف رول عادي جدا وهنسيبه، ولا هنقفل عليه بخله ولا باي حاجه، ولا هنلفه في ستريتش ولا اي حاجه. هنلفه بس كده رول وهنسيبه خلاص. هنجيب بقى الكفر بتاعنا اللي هو عباره عن دقيق البقسماط او بقسماط مطحون. ده لو عايزاه عادي مش كريسبي، ونبطنه حلو كده في البقسماط وكده خلاص جاهز معانا. لو عايزاه بقى كريسبي هتجيبي الكريسبي من العطار يعني تدوسي عليه بايدك كده دوسه بسيطه علشان يتكسر بسيط، وتحطيه على البقسماط هيطلع معاكي كريسبي زي ما احنا شايفين. ونبدأ نضغط بقى على قطعة الكوردون بلو بتاعتنا كده علشان نثبت حلو قوي الفراخ مع بعضها وتمسك حلو، ونقفل الحروف حلو علشان الجبن ما تسحش وتطلع من الحروف. بس خلاص، هي دي كل الطريقة وكل اللي احنا عايزين نعمله. ولا هنلفه في ورق استرتش ولا هنسيبه في الفريزر باليومين 3 ولا اي حاجة. ممكن نحطه في التلاجة ساعة بس مش اكتر. هنجيب بقى الزيت بتاعنا، طبعا يكون سخن جدا، لازم يكون سخن جدا. وادي الكوردون بلو هننزل على الناحية اللي متقفل عليها الكوردون بلو. خلاص ما تقلقيش بقى، هي كده خلاص مش هتطلع منها اي جبن ولا هتفك معاكي في الزيت ولا اي حاجة، من غير خلة ومن غير استرتش ومن غير اي حاجة خالص. هنقلب بقى الكوردون بلو بتاعنا في الزيت لحد ما يتحمر حلو قوي من كل النواحي، وخلاص هيكون خلص معانا كده زي ما احنا شايفين. خلاص اللون بقى تحفة، شايفين التحفة وسامعين صوت القرمشة، بجد خطير جدا جدا، مقرمش وتحفة، ومن جوه طري ومستوي جدا. هوريهولكم طبعا من جوه اكيد. ما شاء الله لونه تحفة جدا ومقرمش ومستوي وحاجة كده خطيرة ومش شارب زيت نهائي. شايفين الجمال؟ خطير خطير. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض من جوه ونشوف التسوية ايه اخبارها والحشوة كمان ايه اخبارها. يلا نشوف الحشوة من جوه. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.